بص يا سيدي، لو مش عارف تقرأ قرآن بشكل يومي بسبب انك مش قادر تحدد الورد بتاعك، او لو انت محدد لنفسك ورد بالفعل بس بتنساه، او محتاج حاجة تفكرك بكل اورادك عموما سواء ورد القرآن او ورد الاذكار، ركز معايا. التطبيق ده اول ما تخش فيه هتلاقي الواجهة بتاعته بالشكل ده. انت لو دوست هنا على المزيد وبعدين دوست ختمة جديدة، تقدر تحدد الورد بتاعك عايز تبدأه منين. من اول المصحف خلاص هتدوس الاستمرار، هتختمه في شهر مثلا ولا عاوز كام يوم، عاوز تقرأ في اليوم قد ايه. انا يا عم هختار ان انا هقرأ في اليوم مثلا ربع. الربع ما ممكن انت تشوفه قليل بس مش مهم، المهم ان انت تقرأه. يعني خير الاعمال الى الله ادومها وان قل. يعني حتى لو هستمر على قراءة ربع واحد بس في اليوم، المهم ان انا استمر عليه. المهم انا هختار ربع وادوس الاستمرار. وبعد كده عايز اقرأ الورد بتاعي، هدوس على قراءة الورد، هيجيب لي ادي صفحة 2 3 4 5 كده الورد بتاعي خلص. عايز تاني؟ لا خلاص مفيش تاني، مش هيفتح لك صفحات تاني لان انت خلاص خلصت الورد بتاع اليوم ده. عايز تقرأ الورد بتاع بكرة مثلا، هتدوس ايه؟ اتممت القراءة. وبعد كده اقرأ الورد ده بتاع بكرة، هتقرأ دي 1 2 3. عايز افتح صفحات تاني؟ لا خلاص مش هيفتح لك صفحات تاني عشان انت خلاص قرأت الورد بتاع اليوم ده. غير كده بقى انك لو دوست هنا على المزيد هتلاقي تذكيرات وتنبيهات بكل الاوراد بتاعتك. هو هيقول لك هنا انت قريت قد ايه من وردك وفاضل قد ايه، ولو عاوز تقرا سوره الكهف او سوره الملك او سوره البقره، ده المنبه اليومي اللي تقدر تظبط منه اورادك وعايزه ينبهك الساعه كام. وبعد كده هتطلع فوق شويه هتلاقي مواعيد الصلاه واتجاه القبله، هتلاقي بقى منبه الاذكار، منبه اذكار الصباح، منبه اذكار المساء، منبه سوره الملك، منبه سوره البقره. كل المنبهات اللي ممكن تحتاجها لاورادك في اليوم هتلاقيها موجوده هنا. وهنا لو دوست على ده هتلاقي طبعا مواقيت الصلاه كلها بالاذان، هيأذن لك طبعا. ده زي ما قلنا ورد اليوم. دي الاذكار، كمان في اذكار الصباح والمساء، اذكار بعد الصلاه، بحيث ان هو لما ينبهك يقول لك خش اقرا ورد الصباح والمساء، هتخش عليه هو. خش اقرا ورد القران، هتخش عليه هو. خش اقرا سوره الكهف يوم الجمعه، هتدخل عليه هو. خش اقرا سوره الملك، هتدخل عليه هو. فانت مش هتبقى محتاج برامج تانية، هو ده هينبهك وهيديك الحاجات اللي تقراها او تقولها. ولو عايز تقرا عموما بره وردك هتلاقي هنا الفهرس، تقدر تدخل على اي صفحة وتقرأها زي ما انت عايز. برنامج في غاية الجمال. اعتقد ان انت كده مش هتلاقي حجة تعطلك عن وردك. هو هيبعت لك تنبيه بوقت الورد اللي انت هتحدده، وهيديك الصفحات بتاعة الورد بتاعك لا اكتر ولا اقل. فحافظ على قراءة القرآن ولو ربع واحد في اليوم، 3 صفحات بس كل يوم. يا عم صفحة واحدة في اليوم بس حافظ على قراءة القرآن. ادخل حمل التطبيق، هتلاقي الرابط بتاعه في اول تعليق، وابدأ حافظ على وردك قبل رمضان عشان تدخل رمضان وانت مستعد. وما تنساش تعمل شير للفيديو ده وتبعته لاصحابك وحبايبك عشان يحملوا التطبيق ويبداوا يحافظوا على وردهم. الدال على الخير كفاعله. واعمل فولو عشان اجيب لك تطبيقات تانية تفيدك وتنفعك في رمضان وفي غير رمضان. سلام عليكم.